بيكم فيديو جديد. والنهارده الفيديو انتوا طلبتوه اللي هو ازاي نعالج شقوق كعب الرجل. انا هقول لكم الطريقه اللي انا بستخدمها، هي طريقه بسيطه وحلوه قوي. ويلا بينا. معانا دلوقتي دي ميه وفيها شويه من هو صابون الشاور او شامبو، وهننقع فيها رجلينا. والميه دي دافيه مش سخنه قوي، هننقع فيها رجلينا لمده 5 دقايق. ودلوقتي مرت ال5 دقايق، تعالوا نشوف هنعمل ايه. معانا ديت اللي هي صنفرة، بس تكون ناعمة ما تكونش خشنة. وهنبتدي نعمل كده في كعب الرجل. واما تيجي تستخدمي بصي بناخد من الكعب من فوق لتحت بالشكل ده، ما تاخديش بالعرض عشان لو في تشققات ما توسعش. شايفين بالشكل ده. وعلى فكرة ديت مش بتاعت الرجلين، دي بتاعت حاجة تانية، بس انا جايباها حباها بعملها للرجل لانها ناعمة ما تأذيش الرجل. والحتت اللي انت حاسة ان هي ناشفة قوي بالشكل ده بالراحة كده. وبعدين نبتدي ننزلها في المية تاني، وهنطلعها من المية وبفوطة هنبتدي ننشفها، وهنخليها رطبة مش ناشفة قوي. وبعد كده معانا اللي هو زيت النعناع اللي عملناه مع زيت الزيتون، هناخد منه وهندهن الرجل كويس قوي كده. انك تعملي الموضوع ده يكون بالليل عشان تفضل اكتر فترة موجودة على رجلك، وبتدعكي كعب الرجل بالشكل ده. ما تتخيليش بيخلي كعب الرجل ناعم قد ايه. هنجيب اللي هو نايلون ستريتش، شايفين شكله كده، وهنلف بيه الرجل كويس اهوت. بعد كده هنجيب شراب قديم وهنقص منه الجزء الاولاني ده. طب ليه الجزء الاولاني نقصه ونلبسه وهو كده؟ لان انت ما بتلبسيه وهو سليم بيشد النايلون ستريتش لبره ويطلعه لبره، لكن كده هيتن محتفظ مش هيطلع من رجلك بالشكل ده. تحطي الكعب على الكعب كده، بتبقى يدوب صوابعك اللي باينه وده كده. ولو عملتيها من بالليل زي ما قلنا بيبقى افضل، وتفرجي عليها بعد 2 3 ولا كعب الاطفال. ايه رايكم؟ مش بجد وصفه حكايه.